طول طفولتنا ايس كينج كان مجرد شخصية غريبة بيخطف الاميرات، بيتكلم مع البطاريق وبيعمل تصرفات محرجة طول الوقت، وكان سهل جدا ان انت تعتبره مجرد الشرير الكوميدي بتاع ادفنتشر تايم. لكن الغريب ان المسلسل كان بيحاول يقول لنا حاجة تانية من البداية. في واحدة من اغرب حلقات ادفنتشر تايم، فين وجيك بيلاقوا مجموعة فيديوهات مدفونة للايس كينج. كانوا فاكرين ان هما لقوا سر خطير مدفون للايس كينج، لكن اول ما شغلوا الشرايط اللي شافوه ما كانش شرير مرعب، كان مجرد شخص وحيد بشكل غريب. ايس كينج كان قاعد لوحده بيصور يومه، بيتكلم مع الكاميرا كأنها شخص حقيقي، تبقى مريض نفسي يعني، وبيحاول يقضي وقته بأي طريقة. في وسط كل التصرفات المحرجة والهزار اللي بيحصل ده، الحلقة ابتدت تدي إحساس غريب إن آيس كينج ما كانش مجرد شرير كوميدي، آيس كينج كان شخص تايه، وخصوصا لما قال لابد أن يكون للحياة معنى أكبر من هذا. ومن هنا جيك وفين بدأوا يقتنعوا ان في سر مستخبي جوه الشرايط دي، لكن الحقيقة كانت أتعس بكتير مما كانوا متخيلين. في البداية جيك وفين كانوا لسه مقتنعين ان ايس كينج مخبي سر شرير جوه الشرايط، وكل شريط جديد كان بيأكد ان ايس كينج شخص اغرب من اللي كانوا متخيلينه. مرة بيعيط لوحده، مرة بيعمل نشرة اخبار مع اميرة مخطوفة، مرة بيغني لدرجة تخليك تحس باحراج بدل الخوف. لكن وسط كل الهزار ده كان في احساس غريب بيزيد مع كل دقيقة، ان ايس كينج مش شرير فعلا، هو شخص وحيد جدا وبيكلم نفسه وبيقول حاجة مهمة جدا، حاجة انا وانت ممكن نريليت ليها، ان حياته عبارة ان هو بيجري في دايرة الهامستر اللي مش بتخلص. وفي اللحظة اللي الايس كينج حاول فيها يهاجمهم عشان يسترجع الشرايط، ظهر اخر شريط، وهنا ادفنتشر تايم قلب الشخصية بالكامل. لأول مرة ايس كينج ما كانش بيتكلم بصوته، كان في راجل طبيعي قاعد قدام الكاميرا، كان اسمه سايمون راجل عادي باحث في الآثار وكمان خاطب وحياة طبيعية بالكامل، لحد ما اشترى التاج من تاجر اسكندنافي. في البداية كان مجرد ارتفاكت غريب، لكن أول ما لبسه بدأ يسمع أصوات، بدأ يشوف هلوسة، وبيتي خطيبته لما شافت جنونه كانت بتبصله بازدراء، ودي كانت آخر مرة يشوف خطيبته بيتي فيها. مع كل تسجيل جديد سايمون كان بيختفي أكتر، شعره بيبيض، جلده بيتحول للأزرق، وعقله بيتكسر بالتدريج. والمرعب فعلا إنه كان واعي بكل ده، كان شايف نفسه إن هو بيضيع، مش قادر يوقف نفسه. وده اللي خلى ايس كينج فجأة يبقى من أتعس الشخصيات في المسلسل، من أتعس الشخصيات اللي موجودة في عالم الكرتون، لأن ادفنتشر تايم أخد الشخصية اللي كنا بنضحك عليها طول الوقت وخلانا نشوف الإنسان اللي كان محبوس جواها. بعد ما ادفنتشر تايم كشف ان الايس كينج كان انسان اسمه سايمون، حلقة سايمون اند مارسي ورتنا الكارثة نفسها. العالم وقتها كان شبه منتهي، مدن فاضية، كائنات مشوهة، وسايمون بيحاول ينجو هو ومارسيلين الصغيرة. لكن المرعب فعلا ان الخطر ما كانش العالم، كان التاج. كل مرة سايمون بيلبسه كان بيقدر يحميها، لكن في المقابل كان بيفقد جزء من نفسه. في البداية الموضوع كان بسيط، تصرفات غريبة، كلام مش مفهوم، ضحك هستيري، لكن بالتدريج حتى مارسيلين ابتدت تخاف منه. وده اللي بيخلي الحلقة مؤلمة جدا، لأن سايمون كان واعي باللي بيحصل له، كان عارف إن التاج بيدمره، وعارف إن مارسيلين شايفاه بيتغير قدامها، لكن في نفس الوقت ما كانش عنده أي اختيار، يا إما يلبس التاج يا إما يموتوا هما الاتنين. وده تقريبا أكتر شيء مأساوي في شخصية سايمون، إن الشيء الوحيد اللي كان بينقذه كان هو نفسه السبب في انهياره. وغالبا ده المورال اوف ذا ستوري. في وسط الخراب ده كله سايمون كان لسه بيحافظ على آخر جزء طبيعي جواه، يحكي نكت، يغني، يجيب أكل المارسيلين، يتصرف كأن الدنيا لسه طبيعية. لكن في النهاية حتى مارسيلين ابتدت تلاحظ الحقيقة، إن سايمون اللي عرفته كان بيختفي بالتدريج. بعد سايمون ومارسي الحلقة الأهم كانت I Remember You. الحلقة دي بتبتدي بشكل ساخر جدا، إن آيس كينج مش رايح لمارسيلين لأنه فاكرها، ولا لأنه كان عايز يعتذر، ولا لأنه فاهم علاقتهم القديمة، وهو كان رايح لسبب تافه جدا، كان عايزها تساعده يكتب أغنية تخلي الأميرات تحبه. وده في البداية بيبان كأنه نفس الآيس كينج المعتاد، محرج، مزعج، مهووس بالحب ومش فاهم حدود الناس. لكن التفاصيل هنا هي اللي بتقلب الحلقة. قبل ما يروح لها
الايس كينج بيخش غرفة الماضي وبياخد منها صور واوراق قديمة مبلولة بالدموع. هو فاكر ان دي مجرد ماتيريال حزين يطلع منه كلمات اغنية، لكن مارسيلين اول لما تشوف الورق تفهم ان دي مش ليركس، دي بقايا سايمون، صور قديمة، رسايل، ذكريات وحاجات هو نفسه نسي معناها. وهنا الحلقة بتبتدي تبقى مؤلمة جدا، لأن مارسيلين قاعدة قدام الشخص اللي أنقذها وهي طفلة، لكن هو مش فاكرها. هو بيغني الكلام لكن مش فاهمه. هو ذات نفسه الايس كينج بيقرأ اعترافات سايمون القديمة، لكن بالنسبة له دي مجرد كلمات حلوة للأغنية. وأقصى جزء لما الرسالة بتقول إن سايمون كان عارف إن هو بيضيع، والرسالة محتواها: مارسيلين، هل أنا وإنتي بقينا وسط الحطام ده لوحدنا؟ أكيد ده شيء مرعب ومربك لطفلة صغيرة. أنا عارف إن إنتي محتاجاني جنبك، لكن أنا بدأت أخسر نفسي وخايف ان انتي برضه هتخسريني. سايمون كان عارف ان السحر بيخليه عايش لكنه بيخليه مجنون. كان عارف ان هو بيحاول ينقذ مارسيلين لكن محدش كان هينقذه هو، وكان عارف ان هو يوما ما مش هيفتكرها. وده بالظبط اللي حصل. مارسيلين بتحاول توصله للحقيقة لكن الايس كينج مش قادر يستوعب، مش لانه قاسي ولا لانه مش مهتم، لكن لان سايمون نفسه اتدفن تحت التاج. وده بيخلي الحلقة دي مش مجرد حلقة حزينة، دي حلقة عن شخصين قاعدين في نفس المكان، واحد فاكر كل حاجة والتاني نسي كل حاجة. وحلقة بيتي كانت آخر مرة تقريبا نشوف فيها سايمون الحقيقي. بعد ما قوة التاج اتعطلت مؤقتا، ايس كينج رجع لشخصيته القديمة أخيرا. رجع سايمون والأول مرة من سنين افتكر كل حاجة، افتكر بيتي خطيبته، وافتكر ان هو خسرها بسبب التاج. واول شيء يعمله فورا ان هو ما يفكرش في العالم ولا حتى في نفسه ولا حتى في مارسيلين. كل اللي كان عايزه ان هو يرجع بالزمن عشان يعتذر لبيتي قبل ما يموت، لان الحلقة بتوضح ان التاج ما كانش بيديه قوة بس، هو كان حرفيا بيبقيه حي. ولما تأثيره بيختفي سايمون ذات نفسه بيبتدي يموت تدريجيا. وده بيخلي الحلقة مؤلمة بطريقة مختلفة، لان سايمون اخيرا رجع لكن متأخر قوي. والمشهد الأصعب لما بيتي ترجع له من الماضي بعد 1000 سنة كاملة. أول رد فعل ليها ما كانش خوف، كان إن هي بتحاول تنقذه. لكن المأساة هنا إن سايمون نفسه ما كانش عايز يرجع آيس كينج، لأن هي كانت عايزة تصلح له التاج، كانت عايزة ترجع له التاج، بس هو ما كانش عايز ده، لأنه كان فاهم أخيرا حجم العذاب اللي عاشه. حتى وهو بيموت كان شايف إن الموت أرحب من الرجوع للشخصية دي. وده يمكن أكتر شيء مرعب في قصة آيس كينج كلها، إن سايمون لما رجع لنفسه أخيرا اكتشف إنه مش قادر يعيش من غير اللعنة، وفي نفس الوقت مش قادر يتحملها. لكن مع كل الحلقات دي كان لسه في سؤال مهم: ايه اصل التاج اصلا؟ وليه اي شخص بيلبسه بيتحول تدريجيا لنفس الشكل المجنون بتاع ايس كينج؟ وهنا ادفنشر تايم رجع لالاف السنين قبل سايمون اصلا، قبل الحرب اللي حصلت معاه هو ومارسيلين، لحظة صناعة التاج لاول مرة. الحلقة بتكشف ان في ساحر اسمه ايفر جرين كان بيحاول ينقذ العالم من مذنب ضخم هيدمر الكوكب، وعشان يوقفه صنع تاج سحري يحقق أعمق رغبة للشخص اللي يلبسه. لكن المشكلة إن أول شخص استخدم التاج ما كانش إيفر جرين، كان مساعده الصغير جانتر. وطول الوقت جانتر كان مجرد طفل متعلق بإيفر جرين، كان عايز يرضيه، كان عايز يتعلم منه، كان عايز يبقى زيه. بينما إيفر جرين نفسه كان شخص أناني متعجرف وبيتعامل مع جانتر كأنه عبء. وفي لحظة النهاية جانتر بيلبس التاج، وهنا بتحصل الكارثة الحقيقية، لأن التاج محققش رغبة إيفر جرين في إن هو يدمر النيزك، هو حقق رغبة جانتر إن هو يبقى زي إيفر جرين. وفجأة جانتر بيتحول لنفس الشكل اللي نعرفه بعدين في آيس كينج، الجلد الأزرق، المناخير الطويلة، الجنون. وفجأة كل حاجة في شخصية آيس كينج تبتدي تبقى أوضح. التاج ما كانش مجرد أداة سحرية، ده كان لعنة بتعيد تشكيل أي شخص يلبسه. وده اللي خلى قصة سايمون أتعس بكتير، لأنه من البداية ما كانش في أي طريقة يفوز. كل مرة استخدم فيها التاج عشان يعيش كان بيتحول أكتر للشخصية اللي صنعها جانتر من آلاف السنين. ومع الوقت سايمون اختفى تماما وفضل الآيس كينج بس. وده يمكن أكتر شيء مرعب في أدفنشر تايم كله، إن أسوأ شيء حصل لسايمون بدأ قبل ما يتولد بآلاف السنين. والمورال اوف ذا ستوري حرفيا إن الحاجة اللي انت بتحارب لها أو الحاجة اللي انت بتحاول تنقذها غالبا وبنسبة كبيرة هي هتكون سبب دمارك.